السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل الطبق القمر ده. بجد الطبق دوت من أحب الأطباق على قلبي، أنا وعيالي بنحبه جدا. ايه ده كراميل، كريم كراميل. هقول لكم ده ايه دلوقتي، بس هو طعم كريم كراميل بس بفايدة حاجة تانية. يلا بينا على المقادير، يلا بينا على المقادير. بصوا بقى، معايا دلوقتي المقادير ديت هي اللي هتعمل لنا الطبق الجميل اللي احنا شفناه دوت. بصراحة فيه قيمة غذائية عالية جدا جدا فوق ما تتخيلوا. دي بطاطا. بطاطا، بناخد فايدة البطاطا وكمان بناخد طعم الكريم كراميل. طب يلا بقى نقول المقادير بسرعة. معايا كيلو بطاطا، ومعايا كيلو لبن ودوت. آه باكت كده بيبقى بيجي 2 في 1. دوت بيبقى موفر عن ان انت تشتري باك واحد بس. بيبقى العلبة فيها كيسين، وكمان فيها 2 كيس كريم، 2 كيس كراميل. بيبقى موفر واحلى بكتير من انت تشتري باكو لوحده، بيبقى غالي، يعني ده يعتبر عبوة توفير. فانا هحتاج 2 باكت من الكريم كراميل، وهحتاج فانيليا، وهحتاج كوباية من المية، وهحتاج 5 معالق هرمية من السكر. يلا بينا عشان نقول الطريقة هتبقى ازاي. يلا بينا على البوتاجاز، اهم حاجة نروح على البوتاجاز عشان الوصفة هتتعمل. جينا على البوتاجاز كده وهنحط حلة، وهنروح نازلين فيها بكيلو البطاطا اللي انا قلتلكوا عليه. نجيب البطاطا ونقشرها ونغسلها ونقطعها خرط صغيرة زي كده عشان تبقى سهلة معانا شوية في التسوية. وبعدين هنجيب كوباية المية هنسويها فيها، وهنحط ال5 معالق سكر وهنغطي عليها. هنسيبها على نار هادية بعد ما تغلي اول غلوة كده، وبعد كده نهدي عليها النار ونسيبها تستوي. هي مش بتاخد وقت في التسوية، وبالشكل دوت وهي بقى على النار وبيبقى لسه فيها ميتها، بتهرسي فيها بالهراسة، بتتهرس معاكي بكل بساطة وبكل سهولة. احنا قبل كده عملت معاكم قبل كده صينية البطاطا في الفرن، كانت تحفة. وبرضو الطريقة دي حلوة جدا، يعني دي او دي. انا بصراحة بحب عيالي، بحس ان هما مش بيحبوا قوي موضوع البطاطا المشوية. يعني انا عن نفسي بحبها، انا البطاطا كلها بانواعها بحبها بصراحة. بس بحس بقى ان دي بتبقى سهلة عليهم بقى شوية، يعني ايه، بتبقى يدوب بياكلوها بالمعلقة، ان كانت دي او صينية البطاطا اللي انا كنت عاملاها قبل كده في الفرن. بقى بعد ما بهرسها بقى بالطريقة ديت، بجيبها بقى كده في الخلاط وبروح نازلة بيها في قلب الشفشة بتاع الخلاط وهي لسه سخنة كده. وبروح جايبة كيلو اللبن وبروح حطها عليه. اي لبن بقى عندك، لبن بقري، لبن جاموسي. بصراحة انا عندي لبن بقري فعملت بيه. هو ما بيبانش بالظبط يعني ايه اللبن المحطوط، ان كان بقري ان كان جاموسي. هو طعم اللبن مش بيبان فيها نوعيته ايه. بس هو اللبن البقري اللي عندي برضو ما شاء الله، يعني نوعيته كويسة وتقيل وحلو. فانا عملت بيه. وهنا طبعا انا حطيت سكر عشان خاطر ايه، انا يا دوب حطيت زي ما قلت لكم في اول ما حطينا، كنت حاطه 5 معالق اللي هم الهرميين دول في التسويه عشان تسكر معايا البطاطا. انما دلوقتي طبعا للكيلو اللبن اللي انا حطيته كمان هحتاج سكر. فكده هيبقى للكيلو اللبن انا حطيت ال5 معالق السكر دول للبن. فانتي وحريتك التسكرة بتاعت الحاجة دي والتحلية دي بإيدك انتي وبتاعتك انتي، زي ما انتي عايزة تحطي، عايزة زي ما انتي عايزة تقللي، دي حاجة براحتك انتي. بصوا بقى هنا، كنت كمني حطيت طبعا البطاطا تحت وعليها اللبن، فالخلاط زي ما تقولوا كان تقيل لسه، اللبن ما تسربش من البطاطا وكده، فالخلاط مش راضي يشتغل، فرحت جايه محركه ومنزله اللبن تحت، راح شغال على طول. والملمس بتاع الخليط ده بيبقى كريمي وناعم جدا وجميل خالص. بعد ما بضرب البطاطا واللبن والسكر، ادوب السكر كويس قوي. بروح بقى نازله بالباكيتين الاتنين اللي هم بتوع الكريم كراميل، بروح نازله عليهم برضو ضربة شوية كده في الخلاط لحد ما بتأكد 100% ان هم دابوا. وبعد كده بروح حاطة شوية نقطتين كده من الفانيليا، بتديها ريحة وكمان على فكرة طعم رهيب. وبعدين زي ما انا قلت لكم انا بحب الفانيليا السايلة دي جدا.
احسن من الباكيتات يعني. وزي ما انا قلت لكم كل واحد بيبقى حر. بس بصراحة هي السايلة دي انا بحبها جدا. وفي ناس يقولوا دي بتغمق او كده، لا على فكرة والله ما بتعمل اي حاجة. بصوا بقى الخطوة دي هي مهمة، بس لو انت مش حابة تعمليها ما تعمليهاش. انا باجي هنا اصفي الخليط، انت ممكن ما تصفيهوش، بس انا بصفيه ليه؟ عشان اتاكد ان ما يبقاش في بطاطا كده اوقات بيبقى فيها ايه. آم، انا عايزه اوصف لكم اللي هي بتبقى فيها زي ايه، بنقول فيها خيوط كده، اللي هي بتبقى مليفة، يعني يقولك البطاطا دي مليفة فيها ألياف من جوه. فأنا لما صفيتها الحمد لله البطاطا دي مش من النوعية دي، بيبقى فيها ألياف فعلا من جوه، فبتحتاج انها تتصفى عشان تديكي قوام الكريم كراميل، ما تحسيش ان انتي حاطة فيها بطاطا خالص، بتبقى ناعمة نفس قوام الكريم كراميل. بتحطيها بقى في فترة بعد ما بتصفيها كده على النار بالظبط، أول ما تغلي تروحي طافية عليها على طول، ويبقى ايدك فيها بالمضرب برضو، وانتي وانتي حطاها على النار، عشان خاطر برضو ما تلزقش منك في قعر الحلة، يبقى على طول بالمضرب كده كل شوية برضو. فانا عشان لسه رافعاها على النار دلوقتي قلت ايه في الفترة دي بقى اروح مفضية في الاطباق اللي هو الكراميل اللي بيبقى جاي معاه في اللي هي في العبوات بتاعته دي. ففضيت في الطبق من تحت بالشكل ده كده، في كل طبق حطيت فيه شوية، وبقى كيس قلت ايه ممكن يبقى ايه احط في ازود اطباق يعني وكده، ففعلا انا زودت كمان طبقين. وسبحان الله هي الكيلو خد معايا بالظبط، جاب معايا 6 اطباق دول، وفيهم حتى الطبق السادس الاخير مش هيبقى مليان قوي. وهروح جايه بقى، بصوا انا بفرغ بالحله، يعني ما فرغتش بالمغرفه عشان انا مش عايزاه يتقل معايا لانه بيتقل على طول، فمش عايزاه يبقى مكلكع معايا وانا بفضيه في الاطباق ويبقى شكله ناعم وجميل كده. فبروح مفضيه، بصوا بينزل من الحله بطريقه جميله يعني، سهل خالص وسلس جدا في النزول، مش محتاج اي حاجه. فانا بروح جايه بقى مفضيه. على فكره الاطباق ديت حجمها كبير، يعني الكيلو مش عامل لي 6 اطباق ان انتوا مثلا تستقلوا بالطبق وتقولوا ده طبق صغير وان هو مش بيعمل كمية. لا على فكرة الاطباق دي واسعة وكبيرة، وانا هوريكم دلوقتي ان انا عندي اطباق زيها مدورة كده اللي هي الوردة دي، بس صغيرة، بس دي فعلا طبق ما شاء الله، طبق يعني حلو دسم. فانت ممكن تعملي في الاطباق دي اهي، الاطباق دي صغيرة، وتعملي بقى كمية كبيرة. بصوا الفرق ما بين الطبق ده والطبق ده فرق رهيب، يعني ما شاء الله الطبق ده حلو وكبير جدا، يعني ممكن 2 بياكلوه. يعني ما شاء الله احنا ما بناكل الطبق ده ما بنبقاش قادرين، بنبقى خلاص يعني قفلنا بمعنى اصح. وهنا بقى حطيته ساعتين 2 بالظبط في التلاجة عشان اتأكد انه مسك، وبروح جاية قلبه بقى الطبق. هو هيغلبك شوية كده في الأول عقبال ما بينزل، لأن بيبقى الكراميل ماسك طبعا فيه، بس بيروح نازل في الآخر بالشكل التحفة ده. اهو بصوا شكله بصراحة يجنن. وممكن تعمليه في صينية واسعة برضو، او صينية مدورة او صينية شكل قلب، وينزل معاكي نفس الشكل، وتقطعي منه كده زي الكيكة بالظبط وتاكلي. بصراحة حاجة تحفة، يعني ممكن تقطعي كده قطع مثلثات صغيرة بالسكينة وتحطيها في اطباق برضو وتاكلوا منها، لو انت عايزة تعمليه في حاجة واحدة بس كبيرة. بصوا بقى، بصوا طالع بالمعلقة، بصوا هو كريم كراميل مش بطاطا، بس احنا خدنا فايدة البطاطا. وحطيت كده كرزية للتزيين. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقوليلي في التعليقات رأيكم فيها ايه. في حفظ الله وامنه، استنينوا فيديو جديد وفي وصفة جديدة. مع السلامة.